السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مكرمي اند كروشيه. هنعمل الشغل الاتنين. النهارده هنعمل الوردة اللي شفتوها في الاول، وهنستخدم لها الخيط ده، لمعته جميلة جدا. ده خيط ايطان بيتقطع بالولاعة عشان ما ينسلش، لانه بينسل. هنجيب 5 فتلات، ده على المكوز، الفتلة على المفرد 5 متر، على المكوز 2.5. هناخد منهم واحدة من النص، بنعمل الفتلة نوصلها للنص ونقوم قاطعينها مثبتينها من النص. دي كده نص الفتلة بنثبتها، وبنشتغل على طرف وبنسيب الطرف التاني. بنحط الفتلة، طبعا زي ما قلت لكم الفتلة بنقسمها نصين بالظبط، وبنحط الفتلة بالمنظر ده، وبنعمل اول غرزة تثبيت، اول عقدة تثبيت، اول عقدة. نسحب الخيط من تحت، تمام. دي كده عقدة تثبيت بس مقلوبة، ساعات بنعملها من الوش التاني. واحنا ماشيين هنشرح العقد عقدة عقدة. بنعمل عقدة مزدوجة من على الجنب اليمين، وعقدة مزدوجة من على الجنب الشمال. بناخد الخيط ونمرره تحت الفتلة اللي احنا شغالين عليها بالمنظر ده، بيعمل لنا العقدة نفس عقدة التثبيت. عشان كده عقدة التثبيت عملناها عقدة مقلوبة، اللي هو الخيط من فوق المجوز. وكذلك هنعملها من الشمال، بنثبتها اهو طرف الخيط، ونمرره من تحت الفتلة الثابتة اللي شغالين عليها. دي كده اول فتلة اشتغلناها. بنزقها، اهم حاجة بس يبقى الخيط مشدود. بناخد الفتلة التانية ونقسمها من النص، وبرضه نحطها فوق زي ما انتم شايفين، ونطلع الخيط من اللوب بتاعها النص، ونشد شدة محكمة. نظبط الخيط دوت ليه حافة كده، فبنظبطه عشان ما يبقاش مقلوب. ونشتغل عقدة مزدوجة من اهو زي ما انتم شايفين كده. هنشتغل عقدة مزدوجة، بنحط الخيط المتحرك معانا على التاني، وبنعمل عقدة ونشده من النص، من اليمين ومن الشمال. يبقى كده عملنا اول فتلتين. الخيط عشان طويل شوية، طبعا 5 متر، فبنسحب كتير زي ما انتم شايفين. شكل الحاجة المنتج النهائي بيختلف حسب نوع الخيط. كل ما كان الفتلة سميكة معاكي بتطلع الحجم الحاجة كبيرة. لو الفتلة رفيعة، لو نشتغل على القطن 1.5، هتبقى الحاجة حجمها صغير. الوردة معانا هنا هتطلع حجمها كبير. هنجيب الفتلة التالتة، برضو بنجيبها من النص، نقسمها النص، ونحط اللوب من فوق، ونطلع منه الفتلتين في النص زي ما انتم شايفين كده. دي كده الفتلة التالتة. طبعا زي ما قلت لكم الخيط طويل فبنشد كتير، تمام كده. وبنظبط حافة الخيط، وبنشتغل عقدة مزدوجة على اليمين وعلى الشمال زي ما عملنا في الفتلتين السابقين. بنكمل الفتلة الرابعة والأخيرة. برضو نعمل عقدة مزدوجة من ناحية اليمين، وعقدة مزدوجة من ناحية الشمال. نشد الخيط من اللوب بتاعها في النص، تمام، عشان تبقى واضحة اهي. لو بتحبي بتثبتيها، اشتغلي بالطريقة اللي تريحك. اهم حاجة بنشتغلش على الجزء التاني خالص وبنسيبه، تمام كده. خلصنا الاربع فتلات بتاعتنا. هنبدأ نشتغل. هناخد جزء الفتلة الثابتة، نثبت كويس علشان كتر الشد بيخلي الدبابيس تتشال. هناخد الفتلة الثابتة دي دلوقتي، وهنشتغل برضو بعقد مزدوجة. هي كلها عقد مزدوجة. العقدة المزدوجة بتتعمل مرتين، هنا بقى في الاتنين في نفس الاتجاه، مش شمال ويمين، هما الاتنين في حتة واحدة. ايوه، اول واحدة
ناخد الفتلة الثابتة ونلف عليها الخيط زي ما انتم شايفين، العقدة الأولانية والعقدة التانية كذلك. لو عملنا واحدة بس بتفك مننا، الاتنين بيثبتوها. تمام. كل فتلة من اللي انتوا شايفينها دي هنشتغلها العقدة المزدوجة اللي هي مكونة اسمها مزدوجة عشان بنشتغلها على مرتين. ادي المرة الأولى والمرة التانية. تتعمل ازاي؟ احنا بنلف الفتلة المتحركة على الفتلة الثابتة اللي انا ماسكاها بايدي دي اهي كده. اللفتين الواحدة اسمهم عقدة، عقدة مزدوجة. تمام. كل فتلة بتعملها مرتين لحد ما بنوصل لاخر الشغل. واحدة وادي التانية. بنلف الخيط ونخرجه ونشد جامد ونزق العقد جامد عشان ما يبقاش الشغل سايب. خلوا بالكم التثبيت. نكمل للاخر ودي اخر فتلة. حتى الفتلة اللي كنا بنشتغل عليها في الاول برضو بنشتغل عليها عقدة مزدوجة، ناخدها ونعمل منها عقدة مزدوجة يبقى الشغل كله ملموم. الفتلة الاخيرة اهي بنشتغل برضو عقدة مزدوجة ليها. تمام. بعد كده بناخد الفتلة من فوق دي ونعملها كذلك وهكذا. حاسين شايفين هيحصل تدرج كده كأننا عاملين طرف مثلث. نفس الشغل عقدة مزدوجة. كل فتلة هنشتغل منها هنلفها مرتين على الخيط، دي اسمها عقدة مزدوجة. 1 2 وهكذا. بنكمل كل فتلة بنشتغلها مرتين عقدتين على نفس الفتلة دي والاتجاه الشغل ال5 صفوف كلهم من فوق لتحت. بنمسك الفتلة ونبدأ نشتغل عليها كل واحدة فتلة غرزة عقدة مزدوجة اللي هي لفة الخيط مرتين عليها لحد آخر فتلة. خلصنا ال5 صفوف واتجاهنا كان الشغل من فوق لتحت. هنبدأ نشتغل من تحت لفوق عشان نعكس المثلث بحيث ان هو يدينا شكل 8 او حرف الفي. نفس اللي عملناه في ال5 صفوف اللي فاتوا هنعملهم بس مع تغيير اتجاه الشغل. نشتغل من تحت لفوق برضو 5 صفوف، نثبت الرقم 5 صفوف بالعقدة المزدوجة 5 وبعدين بنعكس 5 فوق و5 تحت وهكذا. زي ما انتوا شايفين عملت لنا الحافة كده. وبدأنا نشتغل على العكس من تحت لفوق. اشتغلنا 5 صفوف. هنبدأ نشتغل تاني نعيد نفس الشغل. هنشتغل من فوق لتحت 5 صفوف عقدة مزدوجة من كل فتلة. مش شايفينها خارجة من الشغل بس احنا هنشتغل كل الشغل كله 5 5 5 لحد ما بنعمل 5 حرف الفي او 5 شكل 8 هنعمل منهم 5. خلصنا اهو عملناها. خلصنا الشغل زي ما انتم شايفين هم 5 حافات او 5 رأس مثلث 5 شكل 8. وده الخيط اللي باقي عندنا. المفروض الخيط طبعا ما يبقاش كده باقي من الجنب. هنلمه كله بعقدة. هنمسك اول فتلة من الطرف ونشتغل عليها شغل عادي جدا عقدة مزدوجة. وبعدين بناخد الفتلتين مع بعض ما بنسيبش فتلة وبنشتغل عليها عقدة مزدوجة بالفتلة اللي تحتيها. والفتلة اللي بتطلع بناخدها ونضمها للشغل ونبدأ برضو نشتغل عليها
كل مرة الخيط معانا بيبقى اسمك، بس مش مشكلة، المهم ان احنا بنقفل الشغل عشان ما تبقاش فيه فتلة خارجة. نشتغل كل مرة عقدة مزدوجة لفتين على الخيط وهكذا. نجيب الفتلة اللي طلعت ما ننساهاش ونبدأ نشتغل عليها عقدة مزدوجة. كل فتلة بتطلع بنشتغل عليها وبناخدها معانا عشان نقفل الشغل. هي نفس الفكرة، بس زي ما انتم شايفين كده، شايفين الخيط بدأ يختفي ازاي، ويبقى في النهاية هو ليه طرف واحد بس. ناخد الفتلة اللي طلعت ونشتغل عليها وهكذا لحد اخر فتلة. بعد كده هنبدأ نشتغل بإبرة التنظيف بعد ما نخلص كل الخيوط. الغرض ان احنا نخليهم في النهاية فتلة واحدة ومبقاش الشغل خارج منه اكتر من فتلة. وصلنا لاخر فتلة اهي. هنبدأ دي اخر فتلة، سوري، اخر فتلة. كده عملناهم كلهم زي ما انتم شايفين، ضمينا الشغل ونضفناه ازاي. هناخد فتلة منهم الاول، هنضم الشغل، هناخد فتلة ونضمها بإبرة التنظيف ونبدأ ندخل من فوق فوق الشغل في السبعات على رأس كل مثلث، ونشد الخيط في النهاية على رأس كل مثلث الشغل من فوق. هنخش من فوق مش من تحت، هنخش من اتجاه الشغل لأعلى مش لأسفل. لحد آخر راس، وقلنا خمس فتحات للمثلث. آخر واحدة اهي. نبدأ بعد كده نشد الفتلة على الآخر عشان تضم لنا الشكل ويبان شكل الوردة. وبعد كده بنبدأ نلف الخيط بالمنظر ده عشان نعمل قلب الوردة من جوه، وبنلف جامد، بنلفها جامد جدا، وبنلفها كده كأنها زي ما انتم شايفين بدأت هي بتتلم كمان لوحدها، تدينا الشكل اللي احنا عايزينه. بعد كده هنشد الفتلة الفردانية اللي خيطنا بيها وضمينا الشغل، نشدها جامد. شايفين الشكل بدأ يظهر ازاي، الوردة وقلب الوردة. بنلفها عشان نحكمها، بعد كده هنربطها بحيث انها ما تفكش ونثبتها. لسه هنعمل شغل كتير، هنعمل معلقات، بس احنا قلنا نبدأ بحاجة تكون بسيطة وسهلة في العمايل، بحيث ان تبقى دي اول فيديو لينا بشغل المكرمية، وهيبقى برضو في ان شاء الله شغل كروشيه برضو مش هنوقفه، وهنعمل معلقات وهنعمل حاجات كتيرة. لو عجبكم الشغل بتاعنا متنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للفيديو، ولو ما حدش اشترك نشتركوا ان شاء الله يوصل لكم شغل كتير جدا مناسب ليكم وبسيط جدا، هنعمله بطريقه بسيطه. شايفين تقفيله الورده؟ ناخد الفتله دي ونلفها على القلب
شغل المكرمية سهل جدا وكله عقد، وبتدي في النهاية شكل جميل جدا. بنقفل العقدة نثبتها علشان ما تفكش، يبقى شكل القلب الوردة زي ما انتم شايفين. بعد كده بنمسك الاطراف دي كلها وبنلف عليها فتلة بحيث نقفل الشغل وتدينا الشكل اللي شفتوه في اول الفيديو. اتمنى يكون الشغل بسيط وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. هتلاقوا شغل سهل وبسيط جدا يعني.